السلام عليكم. اتفضل سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه. معلش، هو في مشكله بيني وبين والدتي. ايوه. حضرتك كنت قلت في حلقات قبل كده ايوه ان الست ما تلبسش قدام ولادها قميص نوم. طبعا. فانا عايش مع والدتي لوحدنا. وانا في الجامعه، ووالدتي في بعض الاحيان بتلبس قدام قميص النوم، بل ساعات بنقعد نتفرج على التلفزيون واحنا قاعدين على السرير، وهي ممكن تكون نايمه جنبي بقميص النوم. انا بقول لها الكلام ده حرام لان الشيخ مبروك قال كده. ايوه. فهي مش مقتنعه بالكلام ده. ايوه. ومصره عليه. فانا هندي لك والدتي تكلمها كلمتين والنبي وتشرح لها الكلام ده، هل الكلام ده حرام ولا حلال؟ حاضر. لان الموضوع ده قلقني جدا. حاضر. دي واحده من لها بس. حاجه يا بسم الله ما شاء الله. والله انا فرحان ان احنا كأننا في البيت مع بعضينا وقاعدين. هي مش عايزه تيجي معانا. طبعا مش عايزه. هي عندها. انا بقول لها الكلام ده حرام، فهي مش مقتنعه ان الكلام ده حرام. هي عندها حياء. بص يا مصطفى، مش الكلام ده حرام. احنا ساعات بنبقى نايمين بنصحى الصبح على نفسنا. استنى يا حبيبي، هقول لك على حاجه. الحاجات دي مش حرام، الحاجات دي ممكن تكون ابشع من الحرام. لان استنى يا مصطفى، امك والدنيا كلها سامعاني دلوقتي. في يا حبيبي حاجه يعني اسمها الاداب. الاداب مش كولومبلومو ولا حاجات، ولكن الام بالنسبه الى ابنها بمنزله الكعبه بالنسبه للمسلمين. يعني ايه تبقى فيه قميص وحاجات تحت باينه من الشفاف؟ ده مش زوج، ده ابن لازم يرى فيك قمه الستر، بالذات انه مش طفل صغير. احنا عمرنا من اول شيخ الازهر لغايه مبروك عطيه لغايه كل شيوخ الازهر اللي ماتوا ما شفنا امنا. مش معنى كده ان ده كان زمان وكان بتاع، لا طبعا. الام دي حاجه مستتره، بدليل ان الراجل قال لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله استاذن على امي؟ شوف، استاذن؟ قال نعم. على ماما. يقول على الباب قبل ما ادخل. طب هي هتكون بتعمل ايه ام جوه؟ بترقص عريانه لوحدها محفوفه يعني؟ ام جوه ممكن تكون عريانه، والنبي وصله لهذه المرحله عليه الصلاه والسلام. استاذن على امي يا رسول الله؟ قال نعم. قال اخدمها؟ قال استاذن. قال ليس لها خادم غيري، يعني هي محتاجه نيد. فالنبي عليه الصلاه والسلام عشان يجيب له من الاخر بعبقريه النبوه قال: اتحب ان تراها عاريه او عريانه؟ قال لا. قال اذا فاستاذن. فلما الشرع يوجب ان انا استاذن على امي علشان خاطر لو عريانه تلبس قبل ما تقول ادخل يا مبروك او يا واد. انما احنا في زمن التسيب في كل حاجه. ده ابني، ده عيل، ده انا اللي جايباه في بطني. بطنك مين؟ انت لما كنت في بطنك ده كان حته بتاعه كده لحمه هبله، ربنا اللي خلاها وسواها. ولما كنت بترضعيه كان رضاع مشروع. لكن هل يجوز ان الام تقول له تعالى ما نستحضر الذكريات وهو عنده زي انت بتقول كده في الجامعه 20 25 سنه، فكرنا بالذكريات؟ ينفع الكلام ده ولا ايه؟ ما ينفعش طبعا الكلام ده. دي عوره، ولا يطلع على عوره امه، ولا يطلع على عوره ابوه، ولا يطلع على عوره اي حد في الدنيا الا على زوج. وحتى الزوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالت امراته: ما رايت منه وما راى مني. الدنيا حتى في منتهى الجمال، وده لا ينقص من حريتها ولا من كذا. تبقى نايبه جنبك بقميص نوم، اي فرق بينك وبين زوجها؟ قول لي كده بالله عليك، يعني ايه؟ يعني ايه واحد يشوف امه اللي هي الكعبه لابسه حاجات زيق باين كده وزيق كده وحته المونيوم بتاع ده نيله بلاستيك باينه؟ ما ينفعش الكلام ده. يشوف ايه؟ مش قادر اقول بقى اكتر من كده.